موجبو باطل لا القاف اللي نقال درتو سمعتوه كاملين، ذاك القاف اللي نقال المدير الأمن. ولا نطرح تساؤلات فما يعني إلى عادة صدفة، إلى عادة يعني تزامن غريب مع قولان القاف ورجوع واحد مواطن من جورجيا متحايل على موريتاني في السوق السوداء. فما تزامن عجيب، يعني من هو مولى ذي الفضة. وهذه القاف اللي جا اليوم شنو هو اسبابه؟ خالقه حمله كانت قديمه مشدوده، ذوك الايامات كانت مشنونه على مدير الامن مسقارو، ظهر لي انها تخطات. القاف ما هو قطعا عنه الرد على ذاك. فما تزامن يقول لا يردني روايه اخرى، يردني على قفيل ذيك الساعه المركز واتهام والعبد العزيز ذيك الساعه تنظيم الاخوان. والله ذاك التنظيم باط، يعني مصادر كانوا تمويلات كانوا يجوهم، والله روايات وجمعيات ورواية أخرى كانوا يعني عنده الحق ذيك الساعة فيها، بالرغم من أنهم تزامن عجيب مع ذا القاف، مع قضية السوق السوداء وذي اللي رجعت. هذا من يالطو ينطرح كامل، ومن يالطو ينطرح مولي هل يعني كيفاش يعني مواطن من جورجيا خاض من مطار دولة رافد أكثر من 100 و5000 والله 106,000 ايرو. هذه رواية عجيبة. هذا ما قد يخلق ما هو موريتاني، ولاني قايل عن الشرطة والأمن قبيل اللي في المطار، فيه الدرك وفيه الشرطة وفيه الجمارك. هذو كاملين من يالتهم يختفوا لأنهم من يالتهم يعرفوا باطل الواقع الموريتاني. ثانيا مولي ذا من عجلة الانتربول، بالرغم من عندنا قضية فما في الانتربول قديمة ولا قد عدت فيها الانتروبولي السرعة، بالرغم منها كانت تقد تعدلها وطلبناها وقال ما فما وساطة القفام ما نقولوهم. وملي ما لنا اولاد الشيوخ ولا لنا اولاد مفسدين. وبعض هذا تزامن عجيب. ان انت تطرحوا تزامن ذا القاف مع رجوع ذا منادم دور تقدوا لا نفهموا يعني. والتساؤل مولي من هو صاحب ذي الفضة. ذي الفضة تابعة لمن ذي الفضة اللي مبلغ ياسر 106,000 ايرو، والله 106,000 دولار. يعني ذي اللي كان لا يعدلها شنو هو هذا؟ شكل من تبييض الاموال. يعني من يالتنا طرحوا التساؤلات. هذا سؤال مطروح موجه لكم كاملين، ومن يالتنا نجبر عليه جواب كراعي عام.